أطيب أكلة ست زبيق على قولة أهل الشام أو رشتاية على قولة أهلنا بحلب. كملوا معي وشوفوا كيف بعمل هالأكلة الطيبة وبطنجرة واحدة بس، يعني ما في داعي نحط كذا طنجرة للسلق، هي طنجرة واحدة للطبخ. يلا نبلش. طنجرة على الغاز ضفتلها مي، وبعد ما غلت المي ضفت 3 كاسات عدس وتركتن حتى استووا نص سلقة، وضفت عليهم 3 كاسات معكرونة من هذا الشكل. أنا بحب هذا الشكل الصغير من المعكرونة لهاي الأكلة، شو بتحبوا انتو ضيفوا ما بتفرق. وبمقلاية على الغاز بضيف زيت زيتون، وبضيف عليها بصلة كبيرة قطعتها ناعم، وبحركها حتى تتقلى. وهيك صاروا جاهزين، وبضيفن على الطنجرة وبقلب. وإذا حسيتوها عم تنشف المي ضيفولها مي حسب شو بتحبوها، ناشفة كتير أو مرقة. وبضيف عليها معلقتين ملح، وبنفس المقلاية بضيف زيت زيتون، وبضيف عليها راس توم قشرته وهرسته، وبقلبها شوي لحتى يتقلى التوم. وبضيف عليها الكزبرة الخضراء وبقلبهم مع بعض. وباخد نصهم وبضيفهم على الطنجرة وبحركهم منيح. وطبعا هي الأكلة ما بيجيب طعمتها غير دبس الرمان الحامض. وبضيف كمان عصير ليمونة، لأنه جد هاي الأكلة إذا ما كانت حامضة مو طيبة. وهيك طبختنا صارت جاهزة، وبزينها بالكزبرة والثوم، وهي من أطيب الأكلات يلي ممكن تعملوها، بتشهي وسهلة وبسيطة. اشتركوا بالقناة لتوصلكن كل وصفاتي. سلام.